من اكتر الكتب اللي بنحتاجها لاولادنا في من اول 3 سنوات و8 شهور بنبدا نشتغل معاه بالكتاب ده، الايمان المستوى الاول والايمان المستوى الثاني. يعني انت كده معاكي مستوى اول ومستوى ثاني. الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ طفل 3 سنوات و8 شهور هبدا معاه من الكتاب ده، بس خلي بالك في قبليها 3 سنوات بالظبط، 3 سنوات فقط بقى. هنا كده هنبدا معاه في حكايه الشكلات بتاعتنا بالطريقه دي، وهو يمشي عليها تتبع النقاط، وبرده كل ده تتبع نقاط هيمشي عليه برده، وده تتبع نقاط. دي هنا بقوي عضلة الإيد بتاع طفلي، فببدأ أمشي معاه بطريقة تقوية العضلات، مرة بالطول ومرة بالعرض، مرة يمين مرة شمال، كل ده ومرة بالمحاذاة، كل ده أنا بقوي عضلات طفلي. في نظام كمان هنا المونستري، وكله عمال يقول لي يعني ايه مونستري يا مس ايمان؟ يعني بالظبط ادراك حسي ادراك بصري، الكلام ده كله. الادراك الحسي ان انا مثلا دي ملونه اشوف اللي شبهها هنا. الادراك حسي برضو كذا حاجه، ان انا اكمل النص المفقود، ادي ورده شبهها ورده. ان انا في ادراك بصري برضو اشوف بعينيا الالف دي المطابقه ليها انهي واحده، طبعا الالف دي وهكذا. هنخش بعد كده بقى بعدها بشويه 3 و8 شهور او 3 و5 شهور حسب استيعاب طفلك، هياخد بقى هنا طريقه الحرف بنكتبه ازاي وحكايته وقصته، وكمان الاتجاه بتاعته هو هيكتبها تحت وانت معاه طبعا بيها، وممكن تسيبيه لوحده هيكتب زي الفل برده. والحرف الالف معانا برده اهو ما شاء الله حاجه رائعه جدا. هنا بقى لغويات، وخلي بالكم من كلمه لغويات، مش هحفظ، ما اقولوش الف اسد الف اريكه الف اناناس، لا، بقول له كان مره في اسد وكان ماشي الاسد ده وكان جعان قوي فكل اناناس، ولما كل بطنه اتملت فقعد على الاريكه، جلس على الاريكه وبدا بقى يكتب الواجب بتاعه بالاقلام. يلا قول لي بقى ضع دائره حول حرف الالف، كل ده شغال معانا. ما اقولش يا جماعه ما حفظت الحرف. وهكذا الكتاب كله من اوله لاخره من الالف الى الياء. وعامله لك حاجه حلوه جدا جدا جدا، حاجه اسمها تتبع ده للذكاء، تنميه الذكاء الحسي والبصري والسمعي. حرف الباء مثلا هيمشي عليه لحد ما هيوصل للبطه الثانيه، من البطه الاولى للبطه الثانيه. حاجات بتخلي ولادنا بصراحه يحبوا الدنيا جدا في الكتاب. في بقى عامله لك بعد كل 3 4 حروف متشابهه عامله لك اختبار مهم جدا، عشان كمان عامله له تايمر 20 دقيقه عشان نعود ابني او اخليه يحس بجو الامتحانات حقيقي. وكذلك الكلام ده كله في الكتاب عشان تحسي برده ان الكتاب معانا زي الفل والدنيا ما شاء الله. هنا ابني ما شاء الله معاه نظام مونستري، معاه نظام جديد الله اكبر، امتحانات جديده، اشكال غريبه، جايبه لك كمان اشكال تنميه الذكاء، كل ده ماشي معانا في الكتاب. اللهم بارك، الكتاب ما سابش حاجه، الكتاب وصل لجميع محافظات مصر والحمد لله. وصل كمان السعوديه وقطر وعمان، اللهم لك الحمد يا رب. لان الكتاب فريد من نوعه في حته حل المقاطع الصوتيه ما شاء الله. من سن صغنن ابني بيحلل وابني بيقرا وابني بيعمل كل حاجه زي الفل، الله اكبر، لوحده، وبيمسك الكتاب يحل لوحده. يعني دي احلى ميزه ان ابنك شغال لوحده، لان الكتاب ما شاء الله جودته نظيفه، يعني خامته جميله، كل حاجه فيه مخدومه خدمه كبيره جدا الحمد لله رب العالمين. فتحسي ان الحمد لله رب العالمين ان الكتاب يعني بصراحه موفي ومكفي. ده كان المستوى الاول. استنينا بقى في